اليوم راح نحكي لكم على أكثر المشاريع اللي نجحت فيها في بداياتي بالتفصيل. كلش خياتي لزاز، وكيما نقول لكم دايما المعلومات اللي تدوها من عندي ما راح تلقاوها في حتى قناة، حتى المعلومات المدفوعة ما راحش تلقاوها فيها عندهم، باسكو هذه أشياء جازوا عليا، أشياء جربتهم. الأشياء دايما نجيب لكم الأشياء اللي تقدر تطيحكم والأشياء اللي ترفدكم. المهم خياتي لزاز، كيما تعرفوني ولا حبيت نتعرف بكم، أنا اسمي ليندا. كنت في سنة 2022 خياطة مبتدئة، واليوم راح نحكي لكم كيفاش ربحت أول 30 مليون في مشروعي. صدقوني خياتي كانت فرحة كبيرة ليا. كانت أصلا عندي غير ماكينة خياطة واحدة، يعني كانت عندي غير الدروات، ما كانش عندي السيرجي. وقبل ما نبدأ حابة نقول لكم حاجة مهمة بزاف الناس يفكروا انه الخياطة صعيبة وان الربح معاهم بعيد بزاف. من جميع واحدة تخمم في الربح في الخياطة تقول لك اني بعيد عليه، بصح لا خياتي العزيز، غير بالتركيز والصبر واختيار المشروع الصحيح راح تنجحي اختي العزيزة. لأي وحدة فيكم تقدر تنجح. أنعم الفيديو اليوم مهم بزاف خياتي العزاز، معلومات نقول لك 100% ما تلقايهم عند حتى واحد. ركزي مليح في القصة تاعي، كيفاش بديت وكيفاش درت كامل الطرق اللي خلتني ننجح اليوم، واللي تصاحبت ورشة خياطة. قبل أعوام من دوكا كنت مبتدئة تماما، ما كنتش نعرف أي حاجة على البيع ولا الخياطة، كنت والو ما نعرف والو. صح كنت دايرة ستاج وكامل، لكن هذاك الشيء ما كانش يأهلني أني نبدأ في الخياطة. المهم بين قوسين ندخل لكم اللي تحب دير ستاج دير سورتو في سونتر نقول لك ديري ابرونتيساج، ولا روحي عند خياطة وتعلمك التفصيل التفصيل والخياطة او مامطو. ما ديريش يعني تربص داخل مركز تكوين، لانه هاد الشيء ما راحش يفيدك. كنت نخيط غير للهواية، كنت زعما نخيط اشياء لولية لولادي وكامل، بصح كانت غير الهواية. من بعد خممت اني الهواية هذه لازم نحولها الى دخل حقيقي. اول حاجه كما قلت لكم بديت مشروع بسيط. المشروع الاول تاعي اللي كان ملابس الاطفال، باسكو ملابس الاطفال لازم تعرفوا بلي تمشي سورتو تاع كل يوم، وفي المناسبات تمشي يعني الاشياء الجميله كما لغوب الشابين في الشابين، هادو هما يمشوا سورتو تاع البنات، تقدري تخيطيهم بكل سهوله وتبيعهم بسعر مليح. من بعد انتقلت للتروسو تاع الكوزينه، وهذا الشيء هو اللي كان العامل باش نبدا في المشروع تاعي وننجح في المشروع تاعي، وبديت ندخل منه مدخول مليح. وعلى كاين طابليات، كاين لانامب، كاين لي ريداوات، كاين بزاف اشياء في الكوزينه كانوا يدخلوا لي مدخول بزاف مليح. شوفوا خياتي لازز، البدايه تاعي كنت نبيع يعني برا، ما كنتش نبيع في مواقع التواصل الاجتماعي. كنت بديت الولد نخلصه بلا جوني ويبيع لي برا، وكان يجيب لي دخل صافا. لكن هذا الشيء انا ما ساعدنيش، وحبيت نتطور ونخدم اونلاين. يبقى حليت باجة فيسبوك وانستغرام وبديت نروج الخدمه تاعي. المهم خياتي لازاز، هذا الشيء ما كانش يمنعني اني نقعد نمد هذاك الولد يبيع. وحبيت نقول لكم باللي اللي ساعدني بزاف هو اني اخترت مشاريع مطلوبة بزاف في السوق باستمرار، يعني الناس دايما محتاجاتها وماشي غير مرة محدودة وخلاص. المهم خياتي دوك نبداو في الخطوات الخمسة اللي عاونتني باش نكون ناجحة في مشروعي. كل حاجة درتها هي اني ركزت على المشاريع السهلة والسريعة التنفيذ اللي نقدر ندخل منها ربح مليح بصح بسرعة، يعني ما نطولش. كيما ملابس الاطفال، توسو تاع الكوزينه، خيط حتى الصيكان تاع الاطفال والصيكان اليدويه هادوك خيط حتى هادوك. وهذا ثاني ندخلوا ان شاء الله في هذا الموضوع. الصيكان ثاني مشروع جد 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 ناجح. من بعد هذا الشيء الخطوة الثانية وليت نخمم في التسويق الذكي، كيفاش ندير تسويق تاعي بطريقة ذكية باش الناس تعرف منتوجاتي. صورت كل منتوجة بطريقة واضحة وطريقة جذابة في التليفون بيان سور، وكنت نشارك المنتوجات تاعي على مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك انستغرام فيسبوك. والبارطاج تاع المنتوجات تاعي هذوك الشيء اللي كان يزيد لي المبيعات بطريقة خيالية. أما الحاجة الثالثة هي تهديد السعر الصحيح.
أول حاجة أحسب تكلفة القماش. نعطيكم مثل بسيط. باريكزومبل خياتي لازز القماش طاح لي 50,000. زدت حسبت الوقت والمجهود تاعي وضفت له الربح، يعني الحاجة السعر اللي راح نربحه أنا في هذا المنتوج. كما قلت لكم نقولوا القماش 50,000، الوقت والمجهود تاعي نقولوا 50,000 وشوية تاع الربح تاعي. هذا الشيء جمعتهم كامل، تسمى كنقولوا الربح تاعي 50 والمجهود تاعي 50 وتكلفة القماش 50، راهي ولات لي 150. تسمى 50 نرجعوها للقماش تاعي وانا يكون الفايدة تاعي فايدة تاع 100,000. ديري في بالك بلي الناس تحب الأسعار العادية، ما لازمش تبالغي في الأسعار باش تنجحي. والحاجة الثالثة ولا الرابعة الانضباط في الوقت. كنت نخيط كل يوم مدة 5 سوايع في الدار. كنت ندير وقت لحتى هاد ال5 سوايع، وكان ما تكونش يعني وحدة مرخوتها يعني ساعة مرخوتها. كنت المهم دايرة انضباط بلي عندي 5 سوايع في اليوم خياطة وواحد ما يلحيهولي. الانتظام مهم بزاف حتى لو كان المشروع صغير، باش طلبياتك تزيد تدريجيا. يعني لما كنتش منظمه روحك الطلبيات راح تنقص وانتي تكرهي. مع الوقت طلبيات الناس بدات تكبر وبدات بديت نربح مبلغ افضل، والمنتوجات ديالي صارت عندها سمعه بين الناس. دائما نقول لكم السمعه بين الناس هي اهم حاجه. المشاريع اللي خدمتها ونجحت معايا، أنا كأول حاجة نعتبرها هي ملابس الأطفال. مشروع ناجح دايما مطلوب، سريع التنفيذ. نقدر نخدم فساتين، سراويل، تيشيرت، نخدم كلش. منتوجات بسيطة للبيت كما نقولوا عفايس بسيطة. شوفوا واش خدمت انا. خدمت لي تخوصو تاع الكوزينة، طبليات، خدمت لي كوفغماتلا، خدمت لي داوات. هاد الاشياء كامله خدمتهم وروجت لهم في مواقع التواصل الاجتماعي، وروجت لهم تاني في السوق. كنت نمد واحد الطفل يروح يبيع لي هادو العفايس تاع لدغا وسايد كامل. كنت نديهم للسوق، هذاك الولد يروح يبيعهم لي. وكل مشروع كنت نديرو كنت نركز على الجودة والشكل الجميل بالتسويق ثاني. باسكو شوفي نقول لك حاجة، قد ما سوقتي مليح قد ما يكون عندك ربح مليح، وقد ما كسبتي زبائن مناح. نتائج المشروع، شوفوا خياتي لزاز كان بعد ما جازوا 3 شهور حققت 30 مليون تاع مبيعات. في هذا انه المشروع صغير وليت نقدر نوسعه ونكبره. بعد بديت نخمم وشنو هو المشروع اللي راح نقعد فيه وندوم فيه، وعرفت باللي المشروع اللي يناسب لي هو مشروع الحجابات. مشروع ناجح بزاف. ما قلت لكمش خيطت تاني القفاطن، خيط الحجابات هكا لي غاب كامل، لكن لقيت باللي مشروع حجابات شرعية هو انجح مشروع في الجزائر. أكيد بعد ما استعمال مواقع التواصل الاجتماعي اللي يعاونوا بزاف، فيسبوك، انستغرام، وتيك توك. دائما كنت نركز على الجودة أكثر من الكمية. كنت نخدم بطريقة مليحة، وإلا خطأت في الحاجة حتى يكون خطأ صغير نعاود نركتب فيه. هذاك الشيء يقدر الخطأ انه ما يبانش للزبون، لكن ليا باش كنت نعلم روحي نخدم خدمة متقونة هكا، باش غدوة من غدوة كي طيح في الزبون حاجة في الزبون كنت نخدمها بكل قلب. غير من الدار دخلت 30 مليون وبماشينة واحدة. ومن بعد بديت في الحجابات، بديت شيء السوجي، وراكم تعرفوا الحكاية تاعي. المهم خياتي العزاز، هذه كانت طريقة باش نمي 30 مليون في مدة 3 أشهر. شوفوا خياتي لازز بزاف يقولوا لي ماكش منها وكاش منها، بصح نقول لكم خياتي لازز الخياطه راهي تدخل. نتوما برك راكم غافلين، سورتو اللي يعرفوا وراهم غافلين بلي الخياطه تقدر تخرجهم كامل واش راهم فيه، يعني الضيق اللي راهم فيه. المهم خياتي لازز، اذا عجبكم الفيديو تاعي ديروا لايك وشاركوا الفيديو مع صحاباتكم، اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس باش يلحقكم كامل الجديد تاعي. مشاريع الخياطة والربح من المنزل ولا من البيت. اكتبوا لي في التعليقات واش من المشروع اللي تحبوا نشرح لكم بتفصيل خطوة بخطوة. أتمنى من كل خياطة تخيط ولا تنجح في مشروعها كما روحها في قلبها بسرعة وبذكاء. أنا خياتي العزاز صحة فطوركم، صحة سحوركم. معليا غير نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.